السلام عليكم. شلونكم حبايب؟ اخباركم؟ حبايب اليوم، مثل ما وعدتكم اريد اسوي لكم التقرير على الاوميجا 3. اوميجا 3 طبعا كلش مهم، لازم تعرفوا له، واكيد الكل تعرف بهالشغلات هذه. بس يعني اكو شغلات يراد لها بحث، ويراد لها تدخلون على الانترنت تسمعون، تعرفون وين الصح ووين الغلط. الأوميجا 3 طبعا هو كلش مهم لجسم الإنسان، بس إلى سلبياته وإلى إيجابياته. يعني هسه مبدئيا أنا جمعت يعني مجموعة لا بأس بيها من الشغلات اللي تحتوي على الأوميجا 3، وشنو المضار مالتها وشنو الفوائد مالتها. الأوميجا 3 هو فيتامين مثل ما تعرفون متعدد الفوائد، وهو مكمل غذائي كبير، إلا مثل ما قلت لكم إيجابياته وإلى سلبياته. أول شيء أقول لكم الإيجابيات والسلبيات، وبعدين أقول لكم وين يتوفر. وقبل ما أبلش وياكم، الأوميجا 3 وكل مكملاتها الفيتامينات هالمسائل هذه دائما نأخذ بوصفة طبية، يعني عن طريق الطبيب المختص. هو يعرف شلون يقول لكم شلون تتناولون الكمية وبأوقاتها، وإلمن منو ياخذها ومنو ما ياخذها. اكو عدة أمراض، أصحاب أمراض معينة ما يقدرون ياخذون الأوميجا 3، ويعني واكو عدة أدوية همينة تتضارب ويا الأوميجا 3، همينة تسوي سلبيات لجسم الإنسان. أول إيجابياتها نختصرها بكلمتين. الإيجابيات هو يساعد الجسم على اكتساب مكملات التغذية الصحيحة. السلبيات مالتها، سلبياتها إذا تناولنا دون استشارة الطبيب راح تؤدي إلى مضار احنا بغنى عنها. أولا النساء الحوامل إذا ما استشارت الطبيب تأخذ مثل ما يعجبها، يؤدي إلى نزيف. عند أصحاب الضغط المرتفع يسوي عنده مشاكل، وأصحاب الاضطرابات النفسية، الكآبة، طبعا هو مهم ومفيد لأصحاب الكآبة بس إذا كان على استشارة طبيب. أصحاب الكبد، مشاكل الكبد وشغلات الدهون اللي موجودة على الكبد، زين، هذه كليتها تؤدي إلى أذية الشخص. بس مع هذا احنا راح نقول فوائدها. أول شيء تقلل من الإصابة بعدة أمراض مثل السرطان، هات يا ستار الله يبعدنا ويبعدكم، المختلفة، أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية، مضادات الالتهابات المفاصل وهشاشة العظام، يحارب الاكتئاب، التقلل من مرض الخرف اللي هو الزهايمر، وأمراض أخرى مثل حساسية الجلد، الربو. هذه كلها تغنينا عنها الأوميجا 3. وين نلقي الأوميجا 3؟ ناخذه من الناحية الأعشاب مثل ما نقول، أو بالأكل، عن طريق الأكل. أول شي نلقى أوميجا 3 أهم المصادر الغذائية هي السبانخ، الخس، اللوز، البيض، الأسماك بكل أنواعها البحرية، ويتكاثر بالسلمون وزيت الحوت. كل المكانات الأسماك الكبيرة تحتوي على هذا الزيت اللي هو الأوميجا 3. ينوجد في بذور الشيا الغنية بحمض اللينوكلي، بذور الكتان، التوت البري،
الكيوي، الرجلة، القنب، والكانولا. طبعا هذه كلها أسماء موجودة عند العطارين أو البزورية أو بهواية مكانات يعني. وأكو الشغلات الفريش اللي تروحين تشترين مثلا الكيوي، تشترين السبانخ، تشترين الخس، هذا المسائل تغنيك يعني. كل الورق الأخضر هو متوفر به هذا الفيتامين. والبيض، البيض أيضا يعني كلش مهم، بحيث يعني هواية بالعالم قاموا يتجهون الأكل البيض أكثر من كل الوجبات، يدخلون البيض بكل وصفاتهم. الأسماك أهمها قلنا السلمون والتونة والسردين. وتوجد زيوت خضراء تكون لونها مثل زيت الحبار، زيت السمك، زيت الصويا، زيت بذور الكتان. هذا كله يتواجد في هذه الزيوت الغير مشبعة اللي تحتوي على الأوميجا 3، وتوجد بها أحماض دهنية، وهذه الأحماض الدهنية تلعب دور أساسي في وظائف الجسم. وقلنا هذه الخضروات، السبانخ والمعدنوس والخس والبروكلي والبيض والسمك، وقلنا الأسماك على كل أنواعها. يعني هذه شغلات لازم احنا نتجه إلها يا جماعة. يعني الواحد الإنسان مهما تكون ظروفه لازم يتجه إلى الأكلات الصحية. وأنا هسه راح أرفق لكم صور مع المقطع، وتشوفون الصور وتشوفون المكملات وتشوفون فوائدها وتشوفون سلبياتها. فأرجوكم قبل ما تبلشون بتناول الأدوية، أنا دا أقول، لأنه والتناول الأدوية هم يعني إلها أوقات لما تأخذوها على معدة فارغة، لازم بعد الإفطار أو بعد الغداء، لازم باستشارة الدكتور. وتحياتي لكم حبايب، وأمنياتي لكم بالصحة والسلامة. وش تحتاجون اسألوني، وإن شاء الله أوصل لكم المعلومة مضبوطة.